حاشاه ابن أمي أن تمنعه عني خيل أو رجال. يقول هنا عاد الراوي وطلعت تقوم وتوقع، وشبث بن ربع وعمر بن سعد يسولفون. يقول له جاورت علي بن أبي طالب 4 سنوات ونص لما كان حاكم على الكوفة، أسمع أكو عنده بنت اسمها زينب، فوالله لم أرى لها ظل ولم أسمع لها صوت. السادة إذا بكم سادة اعتذر منهم، يقولوا لن زينب طالعة تقوم وتوقع ابن أمي حسين، ثمرة فؤادي حسين، نور عيني إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا. قال له تعرف منو هاي؟ عمر قال لا. قال له هي من كنت أحدثك عنها. قال أو تعني زينب؟ قال بلى. قال ويحك مر الجيش أن ينكشف عنها سماطين، أتعلمون أي جليلة قد برزت من خدرها؟ طريت الزلم والخيل يا حسين ادور على جسمك وين ما وين، أشر لي لو أن سالم سالم باليدين، ترى أنا فقدت شوف يا ضوى العين. أبو علي أنت وين طايح؟ أنا ما أشوفك يا خويا، كل من شايفني بين الزلم قايل، جنك يا حرة مالك رجال، جنك يا حرة مالك رجال. قلت له بلا 70 خيال، خيال هذول ضحايا فوق الرمال، هذول ضحايا فوق الرمال، وانا زينب البيل وكتمان. الله أكبر. يقول اتجهت نحو مصرع الحسين تقوم وتوقع، وأي حالة كانت يا لله. وضعت يديها أسفل ظهره ورفعته قليلا عن الأرض، وصاحت ربي تقبل منا هذا القربان لوجهك. يابا طلعت الولينة ودورت مطروح على الغبرة لقيت، أنا قعدت يما وعاتبيته، قلت له مثلك شلون يعوف بيته. الحسين تدري هنا أعياه نسف الجراح، قال له أخي زينب قطعتيني يا قلبي، زدتيني كرب فوق كربي، عودي إلى المخيم واحفظي لي العيال والأطفال. خويا رد الخيم تلمي عيالي، وعقب عيناي عينك على أطفالي. يا خويا يا الشمر الواقف قبالي، تشوفيه على ذبح شلون مهتم. تدري من طلعت من الحسين ايش قالت له؟ قالت له بعيني بعيني لباري لك عيالك خويا، وبروح لسكت لك اطفالك. يا خويا الموت لو يرضاه بدالك، جارحنا تركنا فدالك. بعد بيت للدعاء، وحولت وجهها شطر المدينة، وصاحت من يرقى السبوق ويقطع البر. ويلي ويلي عليك يا زين، من يرقى السبوق ويقطع الباير، ويوصل حيهلي ويا الفجر لمطر. يا بلو صاح الأذان الله أكبر، بين بيوتها يقوم يتخطر، بين بيوتها يقوم يتخطر.
أو يطر ديوان عبد المطلب طار وينادي وين حمزة وين جعفر، يا بينادي وين حمزة وين جعفر، تراهن بالبرار بنات حيدر. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. يا الله اخواني دعاء